أهلا بيكم متابعينا مع فيلم جديد وملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نشوف. بيبدأ فيلمنا مع البطل الكسول أنجا اللي دايما بتفوته صلاة الفجر، وبطلتنا راتي اللي دايما بتصلي صلاة الفجر في ميعادها مع زوجة أخوها. وفي يوم صحي أنجا متأخر كعادته عشان يروح الجامعة، وجاله مكالمة قبل ما ينزل من البنت اللي بيوعدها في الجامعة، ميرا، وقالت له إنها عايزاه في موضوع مهم. وكالعادة كذب وقال إنه في الطريق، هو لسه في بيته. قالت له إنهم يتقابلوا بعد المحاضرة بتاعتها بما إنه اتأخر على الميعاد بتاع الصبح. في الوقت ده وصل الجامعة وقابل صاحبه جاني عشان ياكلوا في كافيتيريا الجامعة، وجاني قعد يفهمه إنه مفيش بنت بتطلب ولد في موضوع مهم إلا لما يكون في مصيبة، وقال إنه حاسس إن ميرا هتقول له إنهم ينفصلوا. أنجا استهزأ بكلام جاني وقال له مستحيل، وتقابل أنجا وميرا، وأول حاجة قالتها هي إنها عايزة تنفصل عنه. أنجا كان مصدوم من ده وقالت له إن باباها جاب لها عريس هتتجوزه، وسابته ومشيت وهو في حالة من الصدمة. صاحبه جاني قعد يهديه ويقول له في بنات كتير ما تزعلش، وهم ماشيين كان صوت الأذان شغال، وجاني قال له تعالى نروح نصلي أحسن من الكلام في الحوار ده، مش رجولة إنك تفوت الصلاة على طول كده. أنجا قال له على فكرة أنت ما بتساعدنيش، فرد عليه جاني وقال له مين عالم، ما يمكن تلاقي ميرا تانية في المسجد. راحوا لمنطقة الوضوء وبدأ جاني بالوضوء، وأنجا فضل يتكلم عن ميرا وهو متضايق، وجاني قال له كفاية كلام عن ميرا، خلينا نركز في الوضوء، مش كل شوية هعيده بسببك. وبرضه استمر أنجا في إنه يتكلم عن ميرا لحد ما فجأة ظهرت بطلتنا راتي الجميلة زي الملاك وسحرت أنجا بجمالها. وأنجا ساب صاحبه وراح لراتي وقال لها ممكن أقدم لك نفسي. بصت له باستهزاء وقالت له أنت مسلم؟ قال لها لازم أكون مسلم عشان أقدم نفسي يعني؟ ده غرور عالي من فتاة مسلمة. ردت عليه راتي لو كنت مسلم فالصلاة هتبتدي، روح اقف في الصفوف الأمامية أفضل من وقوفك قدام بنت كده. وقالت له هروح أصلي، وسابته ومشيت. بعد الصلاة ساب المسجد وقف مستنيها، وأول ما شافها مد إيده وقال لها أنا أنجا. راحت بصت بعيد وقالت راتي وسابته. هو فضل ماشي وراها ويسألها أسئلة كتير ويفتح مواضيع أكتر وهي ما بتردش عليه. وقفت وهزقته وقالت له قد إيه طريقته مزعجة بالنسبة لها. حاول ياخد رقمها، قالت له لو اديتهولك هتبطل زن وتسيبني أمشي؟ قال لها أكيد. وكتبت له الرقم ومشيت، وسمعت حد بينادي عليها ولفت صرخة فيه وقالت له مش قلت لك ما تضايقنيش تاني؟ بس ما كانش أنجا، لقيته شاب تاني وقال لها أنا أريا وآسف لو ضايقتك. قالت له إنها كانت مفكرة حد تاني، وسألته لو عايز حاجة. قال لها إنه عايز أخوها الأستاذ ثابتة في موضوع، بس تليفونه اتكسر فرقم تليفون الأستاذ ضاع، وطلب منها تكتب له رقم الأستاذ، وكان معجب بجمالها جدا. طلب منها تكتب رقمها هي كمان بحجة إنه لو الأستاذ مردش على التليفون يتصل بيها هي توصله بيه. أنجا راح السكن وحكى لصاحبه دودي قد إيه حبها من النظرة الأولى، ودودي قال له إنه لسه صغير وكمان مش عارف هيوصل لها تاني إزاي. فأنجا ضحك وراح يجيب تليفونه واتصل بيها، واللي رد عليه قال له إنه متجر ملابس ثابتة، فسكت وقفل المكالمة. وصاحبه ضحك وقال له مفيش بنت محجبة وبتصلي في المسجد هتدي رقمها لشاب عشوائي كده. أخو راتي قال لها على المكالمة، قالت له ممكن يكون رقم غلط، وضحكت وهي عارفة إنه أنجا. هنا بقى أريا أمه تعبت جدا ونقلها المستشفى، وكانت بتقوله إنها عايزاه يلاقي بنت ويتجوزها عشان تشوف اليوم ده قبل ما تموت. وقال لها إنه لقى البنت خلاص واسمها راتي، وحكى لها قد إيه هي جميلة. في يوم الأستاذ ثابتة كان في الجامعة واضطر يمشي بدري عشان يروح مع زوجته للدكتور، وقال لأخته لما تخلص تروح البيت على طول وما تروحش في مكان، وقالت له هتعمل كده وإنها تركب أوبر وهي مروحة. وهي مستنية السواق يجي شافها أنجا وهو راكب الموتوسيكل هو بصاحبه، وطلب من صاحبه ينزل وراح لراتي وعرض عليها تركب وراه يوصلها، وهي ما ادتلوش أي اهتمام أو رد، وقال لها إن المنطقة دي وحشة بالليل ولازم تروح، وقعد يخوفها. فقررت تركب معاه، خصوصا إنه بطاريتها خلصت وتليفونها فصل ومش معاها فلوس تركب حاجة تانية. وحطت الشنطة بينهم وقعدت وراه. وهم مروحين الدنيا مطرت وفضلوا قاعدين على جنب قدام كافيه، وقال لها ندخل بس نشرب حاجة لحد ما المطر يقف. رفضت في الأول وبعدين دخلت وعرف إنها أخت الأستاذ، وقعد يفتح مواضيع معاها ويتغسل فيها بطريقة مضحكة، وهي مستغربة وبتضحك وقالت له قد إيه هو غريب. وشربوا قهوة وحاول يقدم نفسه ليها وهي عملت زيه، وقعد يقول لها قد إيه الأحرف الأولى من اسمها نفس الأحرف الأولى بتاعته وإنهم مقدرين لبعض، وهي استهزأت بكلامه وقالت له إنه مش منطقي أبدا. خلص المطر فطلب منها يروحوا، قالت له نصلي الأول، قال لها نصليه في وقت تاني. فبصت له بانزعاج وقالت له هنصلي دلوقتي. وجاء الوقت اللي روح فيه أخوها البيت هو وزوجته، وما كانتش راتي موجودة في البيت، واستغرب إنها ما وصلتش لحد دلوقتي. وصلت راتي وأنجا في مكان قريب من البيت، وقالت له إن أخوها صارم ما ينفعش ينزلها قدام البيت. وأنجا تفهم ده وسألها عن رقم تليفونها الحقيقي وادت له الرقم وشكرته على التوصيل، وفكرته إنه لازم يصلي العشاء ولازم تمشي. فرن عليها وهي بتمشي عشان يتأكد إنه رقمها الحقيقي المرة دي.
روّحت البيت وكِذبت على أخوها في موضوع التأخير ودخلت أوضتها، وفي اليوم اللي بعده دودي صاحب أنجا راح يتقدم لبنت شافها من مدة طويلة ووقع في حبها من النظرة الأولى، وقعد مع أبوها وقال له إنه عايز يتجوز بنته أغنيا، وأبوها سألها ليه ما قالتلوش عن الشخص ده قبل كده، فردت وقالت إنها ما تعرفهوش. هنا دودي قال إنه ما شافهاش غير مرة واحدة بس، وحكى له إنه أغنيا جت عنده المحل عشان تصلح عجلتها وحبها من أول مرة، ولما بقى جاهز جاي يخطبها النهارده. أبوها قال له إنه موافق بس بعد 3 شروط، وهي إنه لازم ياخد موافقة أهله وموافقة أبو أغنيا، وإنه يصلي الفجر لمدة 40 يوم متواصل في المسجد بداية من بكرة، وطبعا وافق على الشروط. في الفترة دي ابتدى أنجا يتقرب من راتي أكتر وكترت قعداتهم مع بعض في الجامعة، وقال لها إنه عايزهم يتوعدوا. قالت له إنها مش من البنات اللي بتحب ده، وقال لها يبقى هيتجوزها أول ما يتخرجوا. قالت له موافقة، بس طلبت منه يحاول يصلي الفجر الأول في المسجد. أريا تعبها زاد وتوفت، وده أحزن أريا جدا، والأستاذ ثابتة وراتي راحوا يعزوه على القبر، وأريا كلم الأستاذ ثابتة عن إنه عايز يتقدم لأخته من غير ما تسمع راتي، لأن دي كانت رغبة أمه قبل ما تتوفى، بما إنه حكى لها عن راتي. راحت راتي تقعد مع أنجا وحكت له قد إيه هي زعلانة على أريا، وإنه بيفكرها بنفسها لأنه يتيم الأب والأم زيها. أنجا قال لها عشان كده عايزهم يتوعدوا، وهي رفضت تاني وقال لها هنتصاحب بس لحد ما امتحاناتهم تخلص ويتجوزوا. سكتت للحظات وقالت له إنها موافقة تتجوزوا بس ب6 شروط: ممنوع التلامس الجسدي أبدا بينهم، ومفيش فلوس كتير تتصرف طول ما هما مع بعض، وإنه يصلي كل يوم الفجر في المسجد ويهتموا بدراستهم ومحدش يدخل بينهم أبدا، وعلاقتهم تفضل سرية لحد الزواج باستثناء أصحاب راتي المقربين وصاحب أنجا. أنجا جاب صاحبه جاني، وراتي جابت بنتين من صحابها عشان تعرفهم على أنجا، بس للصدف الغريبة صاحبه جاني شاف صاحبة راتي المنتقبة ووقع في حبها أول ما بص في عينيها، واخد أنجا على جنب وسأله اسمها إيه، وقال له إنه عينيها وقعته في حبها وهي دي اللي عايز يتجوزها. أنجا استغرب إيه السرعة دي، ودخلوا قعدوا مع البنات، وجاني طلب رقم والد البنت المنتقبة وقال إنه هيتقدم لها، وفرحوا البنات لصاحبتهم. بعد ما الشباب مشيوا البنات قالوا لراتي إنه لازم هي وأنجا يقولوا لأخوها الأستاذ عشان العلاقة تكون واضحة من البداية. راتي كلمت أنجا في الموضوع وقالت له قد إيه إنهم غلطوا وحاسة بالذنب، وإنه كمان مش ملتزم بالشروط. قال لها أنا ملتزم بيها. قالت له إنه مش بيصلي الفجر في المسجد، وقد إيه كل يوم بتعاني عشان تصحيه للصلاة وما بيردش عليها. قال لها إنه بيصليها الساعة 7 أو 8 لما بيصحى. اتعصبت عليه وقالت له إنه كده ما بقتش صلاة فجر، ونزلت من العربية وهو نزل وراها وقال لها إنه هيتغير. في يوم سألت راتي زوجة أخوها إزاي وقعت في حب أخوها، قالت إن ثابتة طلب إيديها وكان رافض للمواعدة، فعرفت إنه شخص تقي، وأخوها ثابتة علق وقال إن المواعدة مضيعة للوقت وخطوة للزنا لأن الشيطان متواجد مهما حصل. وأخوها سألها إذا كانت بتواعد حد لأنه شافها مهتمة بالحوار، ونكرت ده وقالت له لأ. واستمرت راتي وأنجا بمواعدتهم بالسر، وعرض أنجا عليها الجواز وقدم لها خاتم في العربية، وقال لها إن ده مؤقت لحد ما يتخرج ويتقدم لأخوها لأنه جد في الحوار وعايز ده. وضحكت راتي وأخدت منه الخاتم. في يوم جه أريا البيت لراتي والأستاذ عشان يطلب إيديها. راتي اتفاجئت وسكتت. أخوها علق وقال إنه أريا رجل تقي، وإنه بيشوفه بيصلي كل يوم الفجر في المسجد اللي جنب بيتهم، مع إنه بيت أريا بعيد. وقالت راتي إنها محتاجة وقت لسه، وأريا وافق على ده. وفي تاني يوم راتي قابلت أنجا واتخانقوا، وهو قعد يقول لها إنه مش هيفوت صلاة الفجر في المسجد تاني، وهي بطلت تصدقه لأنه كل مرة بيفوتها، وطلبت منه إنهم ينفصلوا. هو قعد يقول لها إنه عايز فرصة تانية، لكن راتي صرخت فيه وقالت له إنه أريا جاي يخطبها وإنه بيتعب عشانها وبيجي كل يوم يصلي الفجر في المسجد اللي جنب بيتها رغم إن بيته بعيد، وإن أنت مش بتحاول وبتفوت الصلاة. فقال لها معنى كده إن أريا هو سبب انفصالنا. قالت له انت اللي مش بتلتزم بالقواعد، وحاولت تدخل بيتها وكان معاها انجا لحد باب البيت، هو بيقنعها بفرصة تانية. اخوها ثابتة شافهم وطلب منها تدخل البيت وطرد انجا. اخوها زعق لها وقال لها قد ايه خانت ثقته فيها، وقفلت على نفسها الباب وانهارت من العياط، وقعدت تحكي لزوجة اخوها انه مفيش شيء اسمه معاهدة اسلامية وانها غلطت ومعترفة بده بس هي بتحبه. زوجة اخوها حاولت تهديها وقالت لها ان لازم تعدي ده بكثرة العبادة بالصلاة والصيام وكثرة القرآن، والتزمت راتي بالعبادة. وعلى الناحية التانية فضل أنجا يضيع الصلاة في المسجد ويعيط. جالي صاحب أنجا قال له إنه لازم يحاول يلتزم بالصلاة في المسجد لربه ولنفسه مش عشان حاجة تانية، وهو ربنا هيهديه للي عايزه. مرت الأيام وعدى 39 يوم، ودودي كان قاعد بيبص في الأيام عشان يشوف فاضله كام فجر عشان يروح يخطب أغنية، وكان فاضله فجر أخير. هو قاعد دخل عليه أنجا وقال له إنه ضروري يصحي الفجر يصلي معاه في المسجد. وجت صلاة الفجر وكان دودي متحمس للصلاة ال40 وراح يصحي أنجا، لكنه قام متأخر بعد الصلاة وصلى دودي وأنجا في البيت.
تاني يوم راح دودي لأبو أغنية وشاف الورقة وقال له ما صليتش الفجر الأخير ليه في المسجد بسبب النوم صح؟ فحكى له الموقف وقال له إنه مرضيش يكذب ويكتب إنه صلاه، وأبوها احترم ده ووافق على زواجهم. مرت الأيام وأنجا انتظم في الصلاة، وجوة التخرج وافقت راتي على خطبة أريا، وجا جاني وزوجته لمقابلة أنجا، وزوجة جاني ادت لأنجا دعوة فرح راتي على أريا، وقالت له إن راتي هي اللي طلبت منها توصلها له، وزعل جدا وقتها. جميع جواز راتي وأريا، فطلب أريا من زوجة الأستاذ ثابتة إنه يشوف راتي شوية قبل الزواج، وسأل راتي إذا كانت متأكدة إنها عايزة تتجوزه، وقال لها إنه شاف نظرة أنجا ليها اللي عمره ما هيعرف يبص لها زيها، وحكى لها إنه قابل أنجا امبارح وطلب منه ما يحضرش الفرح، وأنجا وافق وقال إنه طالما ده في سعادة لراتي هيعمل كده، وده خلى أريا يستغرب أكتر ويعرف قد إيه أنجا بيحبها، وسألها إذا كانت مش عايزاه يقدر يقول للكل عن إلغاء الزواج بنفسه، لأنه مش عايز يسعد نفسه على حسابها، وبالفعل الجواز ما تمش. في يوم راتي واخوها وزوجته كانوا قاعدين، واخوها قال لها انه في تلميذ عنده عايز يتجوزها، وهو اداله ميعاد يجي البيت وقال لها انه وصل، وهي اتصدمت من السرعه وازاي ما قالهاش قبلها بفتره، واتفاجئت اكتر لما شافت راجل كبير في السن وارمل، وبعد فتره الراجل العجوز قالها قوم اجيب الشاب، والمفاجاه ان الشاب ده طلع انجا. راتي فرحت جدا بالمفاجاه وتم زواجهم، ودي صور من فرحهم الحقيقي. أما أريا قابل بنت في الجامعة وحبها، وانتهى فيلمنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده.